كانت المفروض انه على حسب اللائحه. خلينا نتكلم بصراحه، مين اللجنه دي يا خالد؟ ما هو ده اللي بيتنص عليه اللائحه. طب لا، مين اللجنه؟ احنا لظروف، احنا مش لائحه، احنا مش في يعني احنا مش جت اقاله مجلس اداره الاتحاد، او لا قدر الله اتحاد الكره ده جرى له حاجه ولا بتاع، ورحنا قلنا في الظروف يعني اتفرضت علينا ان احنا بنحط لجنه من موظفين اتحاد الكره يديروا الكره في مصر. ازاي النهارده الراجل ده هيبقى قاعد مستني اول الشهر عشان يقبض، وعايز يوفر المبلغ بتاعه هو الموظفين اللي موجودين، وعايز داخل جمعيه وعنده مشاكل وعنده بنته بتتجوز وعنده 100,000 حاجه، وفي نفس الوقت مديله الهم ده كله ان هو يدير لك ويعمل لك مسابقه؟ كلام مش منطقي خالص، وكلام مش مقبول خالص، كلام ما حدش يقوله. طب ما انا عين لجنه من ناس خبراء، ناس عندها خبرات، عندها رصيد قوي عند الجماهير، عند الشعب، ويديروا الكوره. هو كان انا متفق معاك في الكلام ده، لان كنت بحضر على اللي بشوفه، بان النهارده بعد ما تسمع ان قرارات اتخذت باقامه دوره تنشيطيه، بعدها ب 24 ساعه الكلام ابتدى يتغير. احنا ما قلناش ان الدوري اتلغى، احنا ما قلناش ان الدوره التنشيطيه انها خلاص هي البديل. مؤتمر يوم الاربعاء على النهارده تعلن فيه العقوبات، فيقول لك لا احنا الحقيقه اجلناه اسبوع. فقلت طب خلاص يا جماعه، ده بيني وبين نفسي انا انت جايب موظف يا خالد، ده ما انا جاي لك في الكلام بقى، لانه تأييدا لكلامك. خلاص اذا كان صنع القرار او اتخاذه صعب كده، يبقى الناس اللي موجوده ترفع الحرج عن نفسها وتستقيل. بالظبط. هيجي يقول لك طب والبديل؟ لا، هو النهارده مش هناك اسباب كثيره جدا يمكن انها تمشي المجموعه اللي موجوده؟ بالظبط. هم مشوا بارادتهم. بالظبط. الفيفا يقبل ما يقبلش، احنا عندنا امر واقع انه لم يعد هناك من يحكم في اتحاد الكره بارادتهم. بالظبط. عشان كده نقدر نجيب ناس اقوياء ياخدوا قرار. والله مع كامل احترامنا للناس اللي موجوده، انما ما دام هناك صعوبه في اتخاذ القرار وتاخير في اتخاذه، لان بعض الاحيان القرار ما بيتاخر بيبقى ظلم القرار. بص يا وبيبقى كابتن، عبث. بص يا كابتن، خلينا نتعلم حاجه. يقول لك ايه في زمان؟ يقول لك ايه؟ خلي الوقت يعالج. الزمن لما يجي يعالج. دي كانت قاعده عصر بالكامل. امال ايه؟ لا، ده عصر بالكامل بالزبط. تعامل مع القصه دي، تتعالج بالزمن. وده اللي كان في ال30 سنه اللي فاتوا. ده ايقاع زمن. الزمن يعالج. لا واحنا لا مش ما عندناش، احنا احنا ضيعنا عمرنا في انتظار الزمن يعالج. الهدف ان انت النهارده عايز تحل مشكله. المشكله اللي في الشق الجنائي خده، لكن الشق النهارده عشان تقول في ناس بتاكل عيش، وناس عايشه من الكوره، وناس عندها ظروف، وناس عايزه تتفرج على الكوره، وناس عايزه تبعد عن الهم اللي هي فيه، وناس مش لاقيه تاكل فبتضيع وقتها تتفرج على الكوره، وناس بتحب الكوره تروح الاستاد، وولاد صغيرين امنياتهم يبقوا لعيبه الكوره، وبيوت مفتوحه، حاجات كتير جدا، واعلانات وتلفزيون ومهنه، بقى اقتصاد موجود. يعني النهارده الاقتصاد الاول في العالم الكوره. صحيح. فخلاص انت النهارده جيت كمان على الاقتصاد اللي هو اللي بيدخل للناس وفاتح بيوت، وجاي كمان تذبحه. لا يا جماعه، لازم اجي النهارده اقعد. انا ماليش دعوه بمجلس الشعب، انا مع احترامي الشديد، يعني انا معجب جدا بالدكتور الكتاتني. انا يعني انا اول مره اشوفه، ويعني انا كنت متخوف جدا من مجلس الشعب، لكن انا لقيت راجل عنده الحزم وعنده الحكمه، وراجل متزن بيتكلم بحكمه جدا، وبيدي كل واحد وقته من مساحه، وقادر وعنده الكفاءه ان هو يدير مجلس الشعب. وده انا يعني معجب بشخصيته، ان هو انا بحب البني ادم المتزن، ما بحبش البني ادم المتوتر، والبني ادم اللي بيحب يستعرض ويتمنظر ومش عارف ايه، وما يديش للناس حقها. لا، بيدي الناس حقها، وهو راجل شخصيه بسيطه جدا ومتزن وحاجه، وقادر راقي في اسلوبه، على الالتزامات ومسؤوليات الكرسي اللي هو قاعد عليه. وده وجه مشرف. انا من وجهه نظر، انا مش اخواني ولا سلفي ولا اي حاجه، انا مصري. انا بقول ان بتكلم ان الدكتور سعد شخصيه تعبر عن قيمه المصري في الحضاره، ان هو مستمع جيد جدا، وبعدين بيلقي باسلوب محترم جدا، بيعالج الامور والمشاكل. امبارح كان في مشكله جامده في مجلس الشعب، جامده جدا، وبتاعه الضابط والظابط، وهو بحكمه جدا قدر حتى احتراما لمشاعر الاخوه الاعضاء اللي موجودين في المجلس، والمشاعر وزير الداخليه، قدر يحتوي الازمه وخلصت الازمه. لكن ده حاجه. هو بالمناسبه المجلس كله اختيارنا طبعا، ده اختيار شعب مصر اللي نزلوا 28 مليون، جبناه. شاء البعض او ابى، المجلس ده اختيارنا طبعا، اختيار 28 مليون مصري، جاي باراده الشعب، باراده الشعب كامله، لانه النهارده لا كلام على تزوير، لا ولا ان الناس ما راحتش. مفيش اكتر من 28 مليون يمثلوا اكتر نسبه 65% حضور، وهذا لم يحدث في تاريخ مصر على الاطلاق. بالظبط. خلينا نروح معاك على الاثر المباشر لكل اللي حصل ده
على الكابتن فاروق جعفر كشخص وفرقته طلائع الجيش؟ ما انا زي اي مدرب. مم. يعني اول حاجه انت ماشي في مرحله، مش انا بقى، انا واللعيبه وكل ما يعمل في كره القدم. احنا ماشيين في مرحله الى حد ما الى اكتئاب وعدم الثقه في المسؤولين عن اداره الرياضه في مصر. ان كله بيهرب من القرار، كله بيهرب ان هو يواجه، كله بيهرب ان هو يقعد يتكلم عشان الناس تسمعه، يطمن الناس، يوصل الناس لمرحله ان هي يبقى عندها الاستقرار ان في حاجه كويسه جايه. كله بيهرب. فالنهارده انا بسمع انت النهارده احنا بنتكلم على الدوري الممتاز. انت النهارده عندك الدوري بيه، وبعدين بعد كده الدرجه الاولى والرابع والقسم الثاني والثالث والرابع. اما بسمع، سيبك بقى اللي يقول لك انا عندي اقساط، انا مش عارف ايه. مش دي القضيه. القضيه اللي بيحصل ده بهدله لمصر، ان انت غير قادر ان انت تدير بطوله. يقول لي الامن مش قادر يدير بطوله. ازاي يا جماعه؟ ده احنا قلب الوطن العربي، احنا اللي بنحمي الوطن العربي، احنا المخ بتاع الوطن العربي، واحنا العضلات بتوع الوطن العربي، واحنا اللي بنمشي الوطن العربي ورانا. والوطن العربي ده واخد العروبه، واخد النحراره، واخد الشجاعه، واخد القوه من مصر. احنا بقى الفتوه بتاع الامه العربيه، خايفين نعمل بطوله. هي دي القضايا اللي انت بتتكلم فيها. لا يمكن ان انت تبقى مصري ان انت بتقعد. يعني انا اول امبارح كنت بسمع، دخلت في مداخله كده، واحد من الاردن بيقول مصر، قال لفظ وحش جدا ويقول على الهوا للاسف، قال مصر ما فيهاش ذكر، ما فيهاش راجل كده قال من الاردن، قال كده. انا عمري ما يعني انا بروح التلفزيون عشان احلل. حاجين للقصه دي هنتكلم فيها. الكلمه دي ما تصورش، والله العظيم رحمه امي. انا كأن امي ماتت. يعني يمكن اكتر يوم زعلت فيه في حياتي امي ماتت. اليوم ده حسيت احنا وصلنا لكده. مصر اللي هي الحاميه، مصر هي اللي بتدافع، اللي عندها الشهداء، هي اللي بتبهدل نفسها، هي اللي كل دي اللي بتصالح العرب على العرب، وتصالح العرب على اليهود، واللي بتصالح العرب على افارقه. مصر تتبهدل كده؟ يعني دي قيمه مصر؟ لا يا جماعه، انا عايز اقول ان مصر دي كبيره، مصر هي المعلمه، هي الرئيس، هي الكبير، هي الفتوه، هي كل حاجه. لكن احنا بنمر بمطب صناعي كده، مطب صناعي بنعديه، وهنرجع تاني. احنا مصر القويه هي اللي هتقوم، وهي اللي هتدير، مر عليها في التاريخ ما هو اصعب بالظبط، حتى بما فيها مجاعه بالظبط، قامت وبقت اقوى بعدها. ومصر الحديثه وصلت لحدود دول كتيره جدا لحد منابع النيل ولحد اليونان فوق مع محمد علي الكبير. احنا بناخد لنا راحه بس. احنا بناخد شوية. راحه في التاريخ شوية. وهنرجع تاني ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. لان كنت في بدايه الحلقه برضو قررت نفس الجمله. ربنا وعدنا انه هيحميها. طبعا واحنا ما نعتمدش على حد اكتر من احنا مع ربنا. وخلي بالك، انا عايز اقول الحمد لله طبعا احنا مع ربنا، طبعا احنا يعني، وده القدر مصر. احنا الحمد لله ان مصر متماسكه. مصر ما بقتش ليبيا، مصر ما بقتش اليمن، مصر ما بقتش سوريا. لغايه دلوقتي الناس محافظه على مصر، والمصريين عارفين قيمه مصر. مهما الناس تجرهم لمشاكل، فالمصريين من الذكاء ان هم محافظين على قدر مصر وقيمه مصر وكيان مصر. احنا ما نضربش ببعض ابدا، ولا نحارب بعض ابدا، ولا نذبح بعض، ولا نهين بعض، ولا نخلص على بعض، ولا يبقى في طار بيننا وبين بعض. احنا مصريين بنحب البلد دي، فيا ريت نفضل ماشيين زي ما احنا كده. ان شاء الله ربنا هيفرجها، ومصر هترجع زي ما كانت وافضل مما كانت ان شاء الله. يعني لسه نفسك مفتوحه للكوره؟ طبعا. يعني ما فيش. ما كنتش بلعب كوره. ما كنتش بلعب كوره، وكنت بشتغل في الملعب. دلوقتي بلعب. تلعب برجلك؟ يعني ليه؟ عشان اطلع من الهم. يبقى انت يا خالد، يبقى انت جواك، يبقى انت زعلان شويه من جواك. زعلان. فانت عشان زعلان هتعمل ايه؟ ما تقعد بقى يجي لك الضغط وانفجار في المخ وتقوم ميت وتسيب اسره وراك. لما تخرج من ده يبقى انت العلاج بتاعك ان انت تمارس الكوره. لعبت بتلعب مع الفرقه؟ العب مع اللعيبه في خلال الميران. ما كنتش بلعب خالص. بقالي بتاع 10 سنين ما كنتش بلعب. يا سلام. يعني مثلا شوتنج، حاجات كده، اباص مع اللعيب. لكن العب مثلا تقسيمه 5 ضد 5، 4 ضد 4، مش العب. بدات وخسيت. نزل وزنك. طبعا. المجهود ده نزل وزنك. طبعا. طب والمهارات؟
انا لعيب حريف. الله يا رب دايما. وش كده ما فيهاش هزار. لا حريف، انا موهوب. طب تخيل ان انا كان يعني، بس مع بص يا- المهم ما بص يا تتخدش خالد، قبلنا. بص. طب انا نفسي اصورك وانت في المشهد ده. بص يا خالد، نشوفك بقى هقول لك وانت حاجه بتلعب جميله بتقسم. جدا، شوف والله بتقسم مش لسه ولا لا؟ بهزر ومش غرور ولا حاجه. لا طب طبعا مش حقك. غرور ولا اي حاجه. مصر، انا بلعب كوره من سنه 70. انا بلعب كوره، بلعب درجه اولى، وانا في اولى ثانوي، وانا في سنه اولى ثانوي. دي حاجه من دي القديم. حاجات بقى. وانا بقى مصر ما شافتش لعيبه في حياتها. انا مش بتكلم بقى، انا مش لا، انا اللي شفتهم اللعيبه اللي انا اقدر احكم عليهم. انا ما بيعجبنيش اللعيبه. انا ما شفتش لعيبه في حياتي غير 2 لعيبه، وانا الثالث، علي ابو جريشه والخطيب وفاروق جعفر. حقك. انا بقول احنا الثلاثه حقك. ما شفتش لعيب الكره زيهم. وكل بص، لعيب الكره ده في 3 انواع من لعيبه الكوره. بس هخرج بره الموضوع. لا خليك اتكلم زي ما انت عايز. بس هي الفكره كلها انت مؤكد حاطط مقاييس عشان تختار ال3 دول، لان بص. عند البعض المساله تسمح ان يخش ناس تاني. في لعيب الكوره، ما احنا كلنا لعيب الكوره، ولكن انا بقول في لعيب كوره موهوب، في لعيب كوره حريف، في لعيب كوره تكتيكي، في لعيب كوره فتوه. ادي اصناف اللعيبه. واحد بيستعمل، قلنا هنمسك من الاخر خالص، ده بيستعمل القوه في الاداء، يبقى ده ابن المدرب. خلاص، يعني اللي هيقولوه المدرب هيعمله عشان يرضي المدرب. تمام. ده عشان ما عندوش ابتكار. ما عندكش حلو. نيجي للي بعديه، لعيب تكتيكي. الاداء التكتيكي بتاعه بيفرضه على المدرب، فالمدرب بيبقى محتاجه في المباريات، فكل ده يقدر يغير من شكله التكتيكي، ويقدر يبقى عنده المرونه ويغير نفسه في الاداء، ويقدر يواكب كل الماتشات. وغالبا اللي زي ده ممكن يكون بيكلم المدرب من طرفيف مناخيره. بالظبط، خلاص ان انت محتاجه كل ماتش. ولكن في 2 بقى عدو المدرب. نمره 1 اللي هو الحريف. الحريف اللي هو عنده الموهوب، اللي عنده الحلول في الملعب، اللي عنده الحلول في الملعب. يعني ايه؟ يعني هو رايح على الخط يعمل الكروس باص، يخلق لك فرصه تهديف، يشوط كويس، يعمل الكرات العرضيه بشكل كويس، ينظم العمليه، الاداء التكتيكي في الملعب. ده لعيب حريف في الملعب. لكن ما تيجي بقى على لعيب بقى اللي هو الموهوب، زي ما احنا بنشوف الحاج ميسي ده قاعد بيعمل ايه. في لعيبه جت في تاريخ مصر، لا مش بقدراته ولا بامكانياته، ولكن بحته منه ان هم يغلبوا المدرب. وده العدو الاول للمدرب. المدرب ما يقدرش عليه. يعني هو اللي بيمشي المدرب. يعني هو المدرب يعمل شغله كله عليه. اقوى من المدرب كمان. اقوى من المدرب. ودماغه هي اللي تمشي المدرب، ودماغه هي اللي تمشي ال10 اللي معاه، ودماغه هي اللي تمتع الناس. بس ما تكون الحاله المزاجيه بتاعته كويسه، فتلاقي المدرب يشتغل على الحاله المزاجيه بتاعته، ينيمه كويس وياكل كويس ويشرب كويس، يبقى كل المشاكل عنده. بيدلعه غالبا عشان يبتكر اللعيب ده. وغالبا بيدلعه. وبس، ورغم يبقى عدوه، بس يقول لك بيدلعه. ده ما بيجريش، ده ما بيتحركش، ده قليل مش عارف ايه السرعه، مش عارف بيجي لي متاخر، ده بينام متاخر، ده بيتقرنا، ده مش عارف. لكن هذا في الاخر هو الفكه بتاعه المدرب. المدرب من غيره ما يسويش حاجه. في حد في الوقت الحالي بالنوعيه دي في مصر في حريفه، وفي لعيبه تكتيكيه، وفي لعيبه اقوياء. لكن ما فيش، انا قلت لك اللعيبه اللي انا من سنه 70 لغايه وقتنا هذا شفت الثلاث لعيبه دولت لن يتكرروا. كابتن علي ابو جريشه، كابتن محمود الخطيب، كابتن فاروق جعفر. البعض سيستكثر انك انت اخترت نفسك من الثلاثه. لان لعيب. جميل. لعيب. شوف الرد جاي طالع، موهوب. الرد طالع رايق. انا لعيب يعني، مين اللي هيفاصلني في القصه لا دي؟ خالص. مش ما تخافش تتهم بالغرور. واحسن حاجه ان انا عمري ما اقارن اللعيب بيا. كويس الجمله. ما تخافش تتهم بالغرور خالص. ليه؟ ربنا اداك حاجه. طب ما الواحد غني يقول انا غني، ما ربنا اللي اداله الفلوس. واحد فقير، انا فقير، ما ربنا اللي خلاه كده. واحد عبقري، ما انا عبقري، ربنا اللي خلاه عبقري. هو فيش حد من غير ربنا، ربنا بيديله. انا يمكن ربنا اداني وادى الخطيب، هتلاقي لي ظروف. يعني لو كان ربنا اداني الفقر، فاداني حاجه اعالج بيها الفقر. يا سلام. ما هو ما حدش بياخد كل حاجه. بالظبط. ربنا موزع. بالظبط. ربنا موزع كل حاجه. وده الجميل ان انت تبقى عندك القناعه بكده. كان ربنا اداني الفقر ان احنا